لأنه المظاهر اللي شفناها في غليزان أو لحد الآن صور في غليزان، ما شفتش في صور أخرى. شفت فيضانات في الجلفة وفي كذا، لكن المتضررين أكثر في ولاية غليزان. عمليات الإجلاء أو عمليات الإنقاذ أو عمليات نقل المواطنين للأسف في شاحنات نقل القمامة، يعني في شاحنات حاشاك من نقل الزبل يرفدوا في العباد، جايبين الكوامون تاع البلدية، لي كاميون تاع البلدية تاع اللي يرموا فيهم الزبل، يركبوا فيهم القاشي باش يخرجوهم من حي منكوب إلى مكان آخر، لأنه ما تقدرش تنقلهم في السيارات لأنه فيضانات، ينقلوهم في شاحنات كبار، ما كانش شاحنات وما كانش حافلات للنقل، يجيبوهم في كوامون تاع الزبل. أنا تمنيت أن السلطات المحلية في ولاية غليزان سواء البلدية أو الدائرة أو الوالي يستنفر قوة الجيش. نعم، لأنه المؤسسة الوحيدة اللي عندها إمكانيات واللي دائما نقول أنها هي اللي مشرفتنا واللي نقول باللي يظهر عليها الخير ويظهر عليها الشر هي المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية عندها إمكانيات، عندهم شاحنات صالحة لكل الطرق، يعني توتيرا تقدر تدخل في المطار، في عندهم شاحنات كبار، كانوا قادرين يطلبوا منهم يستنجدوا بهم. الوالي يقدر يسخر، يدير تسخيره مع قائد القطاع العسكري أو مع قائد الناحية العسكرية الثانية لوهران، يطلب منه تدخل عاجل لمصالح الجيش أو الدرك باش ينقذوا الناس اللي راهم منكوبين.